هو فعلا في حاجة اسمها نحس؟ هو بجد في حاجة اسمها نحس؟ ولا احنا يعني اللي بنضخم الامور؟ بص انا هقول لك باختصار شديد، العلم بيقول لا، مفيش حاجه اسمها نحس، ولكن الطاقه والسلوك والبرمجه النفسيه بيقولوا حاجه تانية خالص. اللي بيحصل فعلا انك لما تعيش طول الوقت في مشاعر زي الخوف، جلد الذات، التذمر، او تكرر جمل مثلا انا نحس، انا مش نافع، انا ماليش حظ، الدنيا بتكرهني، صدقني انت بتخلق حواليك ذبذبات منخفضه جدا. وفي علم الطاقه الحيويه بنسمي ده مجال جاذب للسلبيات، وده بيأكد الذبذبات اللي انت بتتبعها بتجذب ليك نفس نوع التردد. والاخطر كمان ان حتى في علم النفس ده اسمه البرمجه الادراكيه السلبيه، والدراسات اثبتت انها بتقلل التركيز والابداع وحتى المناعه. تخيل كده معايا ان حتى جهازك المناعي، يعني انت ممكن تصاب بمرض معين بيكون السبب فيه هو تردداتك السلبيه والطاقه السلبيه. ممكن يبقى مثلا عندك دور برد، ممكن الشخص الطبيعي يخف في 3 4 ايام، انت ممكن تقعد فيه اسبوعين وثلاثه. ليه؟ لان المناعه، ده علم النفس اللي بيقول كده، المناعه بتتاثر بالمجال الطاقي السلبي او بالذبذبات السلبيه. طيب نعمل ايه؟ جرب تعمل التمرين ده لمده 7 ايام بس. كل يوم عايزك تفتح موبايلك وروح على البوم الصور، عايزك تختار صوره لحظه كنت فيها فرحان او حسيت بنجاح او في انجاز في اللحظه ديت، كان لحظه سعاده بجد. وقول لنفسك هو مش انا اللي خلقت اللحظه دي؟ حتى لو كانت الدنيا كانت بايظه حواليا ساعتها، بس انا قدرت اخلق اللحظه دي، سواء لحظه سعاده، لحظه نجاح، لحظه حسيت فيها ان انت ليك قيمه وليك معنى. وبعد كده اقفل الموبايل، وعايزك تحط ايدك على صدرك بالشكل دوت لمده 3 دقائق، وافتكر الاحساس اللي كان في الصوره، ده الاحساس الايجابي. التمرين ده صدقني برغم ان هو بسيط بس بيفك الارتباط النفسي بالذبذبات السلبيه، وبيخلق ذاكره شعوريه مضاده، اتغير البرمجه اللي جواك. وده بالظبط اللي بنشتغل عليه في الجلسات، مش نطرد النحس ولكن نرجعك لترددك الطبيعي اللي مليان نور. دلوقتي عايزك تقول لي بصراحه، يا ترى بعد ما تراجع نفسك في اكتر جمله قلتها لنفسك وكانت سلبيه، يا ترى اكتشفت فعلا ان ممكن تكون جمله زي دي برغم بساطتها كانت سبب في تعاستك مش في نفسك؟